شوربة عدس ملهاش حل في الجو اللي احنا فيه ده، والشتا هو دوت وقته. يلا بينا نعملوها. هاتي حلة على النار وحطي فيها طماطمايه متخرطة، جزرايه متخرطة، وكمان بصلايه وبردك متخرطة، وفصين توم. تمام بالشكل اللي انت شايفاه ده. اغسلي العدس كويس قوي وصفيه وحطيه كمان عليه. تمام. احنا هنسلقه، ديت بتبقى شوربة العدس حلوة قوي في الجو دوت بقى، ومعاها نص ليمونة بتبقى خطيرة. طعمها بيبقى اكتر من الروعة بكتير. تمام. اغسليه ونزليه وحطي المية يا دوبك كده اغطي الخضار، علشان انا مش عايزة مية ياما عشان خاطر اكمل بشوربة. تمام بالشكل اللي انتي شايفاه ده كده. هخلي النار وسط عشان خاطر ما تتكبش منه. تمام كده. هحط بقى معلقة ملح على فلفل، معلقة كمون، ومعلقة لو عايزة احطي كزبرة حطي، مش عايزة خلاص. بس كده هي ديت البهارات اللي انا هحطها. ملح على فلفل، معلقة كمون، وخلاص على كده. اول ما خلاص المية اتشربت هنزل عليها بشوية شوربة. عايزة تغليها تحطيها كده زي ما انت ما عايزة. اول ما هتبتدي ان هي تغلي والخضار عندي يستوي او يطيب، هطفي عليه وهسيبه لما يبرد، وهضربه في الخلاط كويس قوي انعمه. همسك بصلايه اخرطها حتت صغيره كده او اعملها في المبشره واحمرها. تمام. هولع على العدس وهنزل عليه البصلايه بالشكل اللي انت شايفاه دوت. تمام. اول ما هتغلي عندي خلاص كده هي بقت عندي تمام، هقوم مطفياها. وبكده جه عندي جهزت بقى شوربه احلى عدس في الدنيا.